ازيك؟ هقولك على 7 حاجات لازم تعملهم قبل ما توصل سن 20 سنة. هو العنوان ده كليك بيتي شويه، مش لازم يعني تعملهم قبل ما توصل 20 سنه. لو انت وصلت 20 سنه وما عملتهاش لسه، ده مش معناه انك متاخر، هي بس حاجات هيكون افضل ليك جدا انك تسويها بدري اكتر، ودي حاجات انا شخصيا عملتها وفادتني، فالموضوع من تجربه شخصيه كامله مش كلام هقولك وخلاص. اتمنى فعلا تاخد الموضوع بجديه وتحاول فعلا تنفذ الحاجات ديت، لان بجد هم فرقوا معايا جدا في حياتي، وانا مقتنع ان هم هيساعدوك لو عملتهم في السنين الجايه القريبه. خلينا نبدا باول حاجه. انزل اشتغل، سواء تشتغل في محل او في مصنع او تشتغل فريلانس بمهارة رقمية عندك او هتبيع منتجات رقمية او ايا كانت الطريقة، فلازم تفكر في حاجة تجيب بيها فلوس بدري، لان دي الحاجة اللي هتخلي عندك نظرة مستقبلية شوية لحياتك، وانك تعرف تخطط لنفسك ماليا، تعرف تصرف فلوسك في ايه وازاي وامتى تحافظ عليها، تشتري ايه وما تشتريش ايه، وفعلا هتقدر قيمة الوقت بتاعك اللي انت بتضيعه في الشغل او بتضيعه وما بتعملش فيه حاجة. ولو ان فهمك لده هياخد منك وقت شوية، لكن بجد هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتعلمك ازاي تعمل حساب مستقبلك او اي حاجة طارئة. والشغل هيعرفك بجد قد ايه والدك بيتعب عشانك. تبقى ممكن صدمة شوية ان انت وقت كبير من حياتك بيروح للشغل، لكن بجد ده اللي هيفيدك بعدين وهيخليك تحب تتعلم اكتر عن الفلوس والاستثمار، ازاي تنظم فلوسك وطرق تجيب بيها فلوس اكتر. هياخد الموضوع شوية من تفكيرك وهتحس انك انسان مادي، لكن ده مهم في الوقت ده بصراحة. وسواء هتنزل تشتغل او تشتغل فريلانس من البيت، ففي الحالتين ده هيطور مهاراتك الاجتماعية بشكل كبير جدا، وهتعرف تتعامل ازاي بشكل رسمي، وان في فرق بين التعامل في الشغل والتعامل مع صحابك او مع اهلك. تاني حاجة، اتعلم انجليزي. انا بصراحة بستغرب اي حد مش مقرر ان هو يتعلم انجليزي لحد دلوقتي وما بيديش لده وقت في يومه. الموضوع ما بقاش ميزة او حاجة بلس تاخدها على مهاراتك، بل بالعكس، انت لو ما عندكش حاصل كويس من الكلمات، تعرف كلمات كتيرة وبتفهم نوعا ما نيتيف سبيكرز او المتحدثين الاصليين بتوع اللغة ديت، فانت اللي متأخر، مش الشخص اللي متعلم وعنده كلمات كويسة وبيفهم نيتيف سبيكرز هو اللي سبقك. زي ما قلت، الموضوع ما بقاش خيار، عايز تتعلم اي حاجة المصادر بتاعتها هتبقى بالانجلش احسن. في معظم الشركات الشغل بيبقى بالانجلش، هتشتغل فريلانسر هتحتاج تتعامل مع ناس بالانجلش، حتى البرامج اللي هتتعلمها هتبقى محتاج ان انت يكون عندك قدر كويس من الكلمات والفهم للغة دي. زي ما قلت، الموضوع دلوقتي ما بقاش خيار بالنسبة لك، انت لازم يكون في دماغك هدف ان انت تتعلم اللغة ديت، او على الاقل تفهم الناس ويكون عندك قدر كويس من الكلمات. وفعلا انا مش عايز احبطك، بس لو انت لسه ده مش من اهدافك فانت متأخر، مش الناس اللي متعلمة هي اللي سابقاك. فلو كلامي ده اقنعك، في مصادر كتيرة جدا تتعلم منها اللغة ديت، ممكن ابقى اكلمك عنها في فيديو تاني، لكن حاجة بسيطة جدا، هو برنامج كويزلت. اي كلمة تلاقيها قدامك بتحطها في الموقع ده، وبعدين الموقع ده بيحفظها لك وبيعلمها لك بطرق مختلفة، سواء بتقرأ في كتاب او كلمة في الموبايل عندك انت مش فاهمها، او كلمة في الشارع، او كلمة في فيديو، او حد قال كلمة انت مش عارفها. خد الكلمة ديت وحطها في كويزلت، ما تحفظهاش ولا تعمل اي حاجة دلوقتي، بس ضيفها في البرنامج ده. بعدها بشهر او اسبوع او اي فترة تفتح الموقع ده، هتلاقي كل الكلمات اللي انت ضفتها وتقدر تحفظها بطرق مختلفة. اتكلمت عن الموقع ده مرة وبجد هو افادني بشكل مهول، عندي تقريبا 3000 كلمة هناك، وبالوقت والله هو اللي هيخلي حصيلة الكلمات عندك تزيد كل يوم. ففعلا المصادر كتيرة والله، جدا كتيرة، انت بس خلي عندك شجاعة انك تبدأ وتفضل مستمر، لان الموضوع مش محتاج ان انت تبدأ حماس قوي في البداية، خدها واحدة واحدة، والموضوع بياخد وقت، لكن هتوصل لحاجة كويسة جدا في النهاية. تالت حاجة، اعرف انت بتنشط اكتر الصبح ولا بالليل. يعني ايه الوقت اللي انت بتركز فيه اكتر خلال اليوم؟ في ناس early birds او الطيور الصباحية اللي انا منهم، دول بيركزوا اكتر في الوقت من بعد الفجر لغاية الساعة 12 او 2 الظهر، ودول اللي بيقولوا على الناس اللي ما بتصحاش في الوقت ده ناس ما بتنجزش. لكن في ناس تانية، ودي مسموهم بالانجليزي غريب شوية، اللي هم النايت اولز او البومة المسائية، ودول الرسامين اللي بنسيبهم بالليل يشتغلوا على لوحاتهم الفنية، بعدين نصحى الصبح نلاقيهم خلصوها، بعدين نتفاجئ ان هم فعلا بينجزوا مش زي ما احنا فاكرين. اللي عايز اقوله لك ان فكره ان انت لازم تصحى بدري وتذاكر بدري او تشتغل بدري مش شرط تكون صح. في ناس الموضوع ده ما بينفعش معاها خالص وبتصحى وتنام تاني، فما تخليش الموضوع ده يسيطر عليك ان انت لازم تصحى بدري لازم تصحى بدري. شوف انت الوقت المناسب، جرب كل الاوقات، شوف الوقت المناسب اللي انت بتركز فيه وبتنشط فيه، بعدين ظبط روتين يومك على الوقت ده، ان انت في الوقت ده هتكون بتذاكر او بتشتغل، بما انك خلاص بقيت في جامعه او ثانويه وبتشتغل كمان، فحدد الوقت اللي انت بتكون مركز فيه ومش مشتت. وزي ما قلت بجد مش لازم يكون الصباح، انت شوف الوقت المناسب ليك انت ولجسمك ولنفسيتك. في يوتيوبر اسمه مادي افيلا، انا بحبه جدا بصراحه، بحب الفيديوز اللي بيعملها. عمل تجربه مع يوتيوبر تانية اسمها ساره، هما الاتنين شغلهم في المونتاج. مات شخص بيصحى بدري دايما وساره بتشتغل دايما بالليل، فكانت تجربه الفيديو ده ان هما هيبدلوا، ساره هتشتغل الصبح ومات هيشتغل بالليل. تقدروا تشوف الفيديو هسيبه تحت، لكن خلاص التجربه ان هو ما ينفعش معاهم هما الاتنين خالص.
لا سارة عرفت تشتغل الصباح ولا مات عرف يشتغل بالليل. الاتنين الساعة البيولوجية بتاعتهم اتلخبطت، اللي هم متعودين عليهم بقالهم سنين اصلا، فكل حاجة باظت. فده يثبت لك ان فكرة ان انت لازم تصحى بدري مش صح. شوف الوقت المناسب ليك وظبط يومك بناء عليه، وده هيفيدك جدا لانك لما تعرفه هيكون خلاص روتين حياتك الباقية هتبقى يا اما بتشتغل بالليل يا اما بتشتغل الصبح. فمهم جدا انك تعرف حاجة زي ديت بدري نسبيا. رابع حاجة، اعرف اكتر عن نفسك او اكتسب وعي ذاتي. محتاج تكتسب شوية وعي ذاتي او سيلف اويرنس عشان تفهم نفسك انت مين وبتحب ايه وعايز تشتغل ايه، نظرتك للمستقبل. التفكير ده هو اللي هيكون او هيكمل شخصيتك. وواحدة من الحاجات ديت اللي انا شايفها مهمة جدا بصراحة انك تعرف انت شخص بتميل للانطوائية ولا للاجتماعية. وكلنا عندنا النزعة ديت يا اما يمين يا اما يسار. وعشان تعرف انت شخص بتميل للانطوائية ولا الاجتماعية في كذا طريقة، منها انك تعمل الاختبارات MBTI اللي هي الحروف اللي انت بتشوفها على بروفايلات صحابك ديت مبقاش فاهم حاجة منها. والMBTI ده موضوع كبير جدا اصلا ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني، لكن لو استخدمت موقع موثوق فالموقع ده هيعرفك هل انت انتروفيرت ولا اكستروفيرت، بس اتاكد انك تستخدم موقع موثوق. بس ايه فايده انك تعرف حاجه زي ديت؟ فايدتها انها بجد هتعرفك على نفسك وهتسهل لك قوي تاخد قرارات كتيره جدا في حياتك. اختيار تخصصك، الناس اللي بتقعد معاهم، امتى تتكلم وامتى تفضل ساكت، لو انت عندك مهارات محتاج تطورها، هل انت محتاج تبقى بتتكلم اكتر ولا تهدى اكتر وتسمع الناس اكتر. ده بدايه طريقه هيخليك تعرف قوي عن نفسك وايه اللي هينفع لك وايه لا، وهيوفر عليك طرق كتير غلط لو انت مشيت فيها وهي مش ليك اصلا. مش بقول انك تحط نفسك جوه صندوق وتحدد نفسك انا ده ومش ده، او انا شخصيتي مش كده فمش هاخد التجربه ديت، لا، هي بس خطوه بتحطك في طريق انك لما تمر باي تجربه تانية تتعرف على نفسك اكتر وتلاحظ بتحب ايه وما بتحبش ايه. ولو انت هتعمل ده من غير ما تشوف السلبيات اللي فيك وتطورها فما تعملوش. النقطه دي حاسسها بالنسبه لي ان في ناس كتير بتفهمها غلط وبتفتكرني بقول حط نفسك في صندوق وحدد شخصيتك وما تتغيرش عنها وما تعملش اي حاجه انت ما بتحبهاش وما تجربش حاجات جديده. لا خالص، الغرض من الموضوع انك تتعلم عن نفسك اكتر وتشوف ايه السلبيات وتحاول تخليها ايجابيات، والايجابيات تطورها وتكبرها اكتر. اتمنى يكون الموضوع ده واضح لان بجد في ناس كتير بتفهمه بشكل غلط. اتعلم شوية عن تنظيم الوقت. فعلا ما تخليش يومك يمشي كده اي حاجة تيجي قدامك تعملها. حاول تخصص وقت للمذاكرة، وقت للشغل، وقت لاهلك، وقت تخرج فيه مع اصحابك. وفي طرق كتير يعني لو انت من الناس اللي ما بتحبش الموضوع يبقى بشكل زايد وبتحب الموضوع يبقى ماشي بشكل مرن، حياتك تبقى ماشية بشكل مرن. ممكن يكون التنظيم ده في دماغك بس، يعني تبقى صاحي من النوم عارف ان انت تعمل كذا او هتشتغل، بعدين تذاكر شوية، بعدين تروح تزور حد من قرايبك، بعدين ترجع تقعد مع اهلك. ده مبدئيا تكون عارف يومك هيمشي ازاي، مش ماشي كده زي ما مين بيقول تصحى تشوف الكلام على ايه. الحاجات دي غلط تمام بصراحة. مش لازم يكون عندك تو دو ليست ومنظم كل حاجة بالدقيقة، لكن لازم يكون في عندك تنظيم مبدئي ليومك هيمشي ازاي واسبوعك وشهرك. في ناس بقى بتحب التنظيم اللي بيسموه زيادة، مع اني مش مقتنع ان هو زيادة، هو تنظيم بس. بتنظر بقى بطرق مختلفة، تحط تو دو ليست لكل حاجة في اليوم، تعمل تايم بلوكينج. والتايم بلوكينج دي طريقة لتنظيم الوقت ممكن تبحث عنها لو انت من الناس اللي نردين قوي بخصوص موضوع تنظيم الوقت. في طرق كتيرة ممكن تستخدم برنامج نوشن اللي انا بستخدمه واتكلمت عنه كتير قوي، ده لو انت بتحب قوي موضوع التنظيم. لكن في ناس لا، بتحب يومها يبقى ماشي بسلاسة ومرونة، بس برضو زي ما قلت لك لازم يكون عندك شيء من التنظيم او تكون عارف انت بتعمل ايه في حياتك، مش حياتك اللي ممشياك. دايما بصراحة في بالي الانسان اللي يومه اللي هو اللي بيمشيه مش هو اللي بيحدد يعمل ايه. زي الانسان اللي ماشي مع النهر، ايا كان النهر ده هيروح فين فهو هيروح معاه، ملوش اي قرار او تحكم في حياته ومصيره. فحاول تنظم وقتك وتحدد أولوياتك، الموضوع هيفيدك جدا في مستقبلك. سادس حاجة، اقرأ كتاب واحد على الأقل عن أي حاجة بقى. لو أنت مهتم بتطوير الذات اقرأ في تطوير الذات، لو مهتم بالدين اقرأ في الدين، مع أن أي حد المفروض يكون بيقرأ في الدين. لو أنت مهتم بالفلوس فاقرأ عن الفلوس والاستثمار، في كتب كتيرة. اقرأ على الأقل كتاب واحد في المرحلة دي. ده هيخلي موضوع القراءة بالنسبة لك موجود أو خيار موجود، حتى لو أنت سبتها فترة كبيرة هترجع تشتري كتب وهترجع تقرأ فعلا في يوم من الأيام. وده اللي حصل معي شخصيا. قرأت كتاب واحد، فضلت تقريبا سنتين مش بقرأ خالص لغاية ما بدأت أقرأ تاني، لأن موضوع القراءة بالنسبة لي كانت حاجة موجودة وخيار فعلا موجود في حياتي إن أنا فعلا عايز أقرأ. وقرأت كتاب فمتعود أو في بالي إن أنا شخص قارئ، فرجعت تاني وقرأت. واقرأ الحاجة اللي أنت بتحبها ومناسباك، مش لازم تقرأ الكتب اللي الناس بترشحها. مثلا كتاب العادات السبع للمراهقين الأكثر فعالية، ده الكتاب اللي أنا قرأته ومعظم الناس بترشحه، لكن مش شرط أنت تعمل كده. شوف الحاجة اللي أنت بتحبها، حتى لو هتقرأ رواية، هتقرأ كتاب عن أي موضوع تاني، الحاجة اللي أنت بتحبها
هي اللي هتحببك في موضوع القراءة وهتخليه بالنسبة لك عادة مش مرة وخلاص. فشوف الحاجة اللي انت بتحبها وجيب كتاب عنها واقرأه. سابع حاجة، ودي ليا انا شخصيا قبل ما تكون ليك، حاول توازن كل حاجة. يعني لو انت شخص حياتك كلها مذاكرة او شغل بس، صدقني هتندم ان انت ما اتبسطتش في السنين دي، ما خرجتش كتير، ما تعرفتش على ناس كتير، ما روحتش اماكن جديدة ايا كان المكان اللي انت عايش فيه. وفي نفس الوقت برضو لو انت شخص حياتك كلها لعب وخروج وعادات سيئة، هتندم بجد ان انت ما استغلتش جزء من وقتك ده في عادات نافعة او مذاكرة او شغل. في الحالتين الشخصيتين دول بجد هيندموا. ما ينفعش تبقى يمين خالص او يسار خالص، حاول توازن بين الاتنين، يكون في وقت لكل حاجة، ده وقت يكون بتتبسط فيه وبتفرح بيه وتعمل الحاجات اللي انت بتحبها بجد وتتعرف فيه اكتر عن الحاجات اللي بتحبها وتتعلم عنها، ووقت برضو فيه شغلك ومذاكرتك. حاول على قد ما تقدر توازن عشان ما تديش حاجة اكتر من التانية وتندم عنها بعد كذا سنة. معظم الناس انا عارف بيدوا وقتهم اكتر للعب والهزار والخروجات خصوصا في السن ده، ودي حاجة كويسة قوي، لكن لازم برضو يكون في جزء من يومك او اسبوعك لتطوير نفسك والشغل والمذاكرة. فدلوقتي هقول لك الزبد. اول حاجة اشتغل، الموضوع ده هيفرق معاك جدا وهيعرفك فعلا قيمة الفلوس اللي اهلك بيدوها لك وقيمة وقتك. تاني حاجة ابدأ اتعلم انجليزي. مفيش اي سبب بصراحة دلوقتي لان انت ما تبدأش تتعلم اللغة ديت، الموضوع ما بقاش خيار بالنسبة لك بل هو ضرورة. تالت حاجة اعرف انت شخص صباحي ولا مسائي والوقت اللي انت بتكون نشيط فيه او مركز اكتر فيه، وبعدين رتب يومك او روتين يومك بحيث ان شغلك او مذاكرتك تبقى في الوقت ده. رابع حاجة اعرف اكتر عن نفسك واعرف هل انت شخص اجتماعي ولا انطوائي والمهارات والجوانب اللي انت محتاج تطورها في شخصيتك. خامس حاجة هتعلم شوية عن تنظيم الوقت او التايم مانجمنت، سواء كان بس تنظيم مبدئي في دماغك ترتيب مهام او تنظيم كامل لكل شيء بالتايم بلوكينج او بالبرامج التنظيم المعقدة زي نوشن والبرامج التانية، على حسب برضو شخصيتك وانت حابب ايه. سادس حاجة اقرأ كتاب واحد على الأقل في أي مجال انت حبه. انك تقرأ كتاب واحد هيخلي عادة القراءة عندك موجودة، حتى لو فضلت كتير ما بتقرأش هترجع تاني وتقرأ يوما ما، فاقرأ كتاب واحد. سابع واخر حاجة وازن ما بين مذاكرتك او شغلك والحاجات اللي انت مسؤول عنها عموما، وانك تخرج مع اصحابك وتكتشف حاجات كتيرة وتنبسط وتستمتع بحياتك. حاول توازن بين الحاجتين دول. بس كده، اتمنى يكون الفيديو ده افادك. زي ما قلت، لو انت وصلت 20 سنة وعديتها وما عملتش الحاجات ديت انت مش متأخر ولا اي حاجة، هي حاجات بس لو عملتها بدري هتفيدك بعد كده. كل واحد ماشي في طريقه وحياته، حتى نفس السن اللي اشتغل بدري هيوصل لحاجة معينة متأخر، واللي اشتغل متأخر هيوصل لحاجة معينة بدري. فانت مش سابق حد ولا متأخر عن حد، بس اعمل اللي عليك وربنا ان شاء الله بيختار لنا الافضل دائما. بس الى اللقاء.